السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في جمهورية مصر العربية، ميعادنا مع الحصة الثانية إن شاء الله، ودرس بعنوان مصادر دراسة الحضارات. طبعا مصادر دراسة الحضارات هناخدوه على جزئين. الجزء الأول هناخده المصادر الأولية لغاية حاجة اسمها الأسطراقة، والجزء الثاني نبدأ من النقود. إيه الأسطراقة؟ إيه النقود؟ ده اللي هتعرفه معانا على موقعك، موقع الخطة التعليمي. معاك مستر وليد العربي. هنبدأ النهاردة مع بعض الدرس رقم 2. الدرس رقم 2 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مصادر دراسة الحضارة. من عنوان الدرس كده يا شباب، يعني ايه مصدر دراسة الحضارة؟ مستر هو انا بدرس الحضارة منين؟ بدرس الحضارة؟ يعني انا لو عاوز ادرس حضارة، ما احنا قلنا الحضارة فاكر جانب مادي وجانب معنوي. جانب المادي الانشاءات، الجانب المعنوي اي شاعر. فاكرين لما كنت بقول لك ايه؟ بحبك كيف ما خبرش وعلى فراقك ما قدرش. الجانب المعنوي اللي هو الشاعر، اللي هو الادب، اللي هو الثقافه، اللي هو العلوم، اللي هي اي حاجه يا مستر مش ملموسه، فده اسمه جانب معنوي. الجانب المادي الحاجه الملموسه. طيب اتفقنا ان الحضاره اي حاجه الانسان بيعملها سواء ماديه او معنويه عشان بيحسن ظروف حياته. طب احنا هندرس الكلام ده منين؟ هو ده السؤال. مستر من الكتب. ايوه صح، ايوه سامعك. واحد تاني قالت لي لا، من الانترنت. انا بخش على الانترنت على جوجل، اعمل سيرش عن اي حاجه عايز اعرف عن الحضاره المصريه، بعمل سيرش على جوجل. واحد تاني يقول لي لا انا بحب الجرايد، وواحد تاني قال لي لا يا مستر انا بحب الكتب القديمه كده، الكتب وادرس منها. واحد تاني قال لي لا يا مستر انا احب اروح المكان نفسه واشوف الاثر نفسه، اروح للاهرامات عشان اشوف الاهرامات، انا احب اشوف الحاجه اللي قدامي ملموسه كده وبتاع. هو ده عنوان الدرس بقى. درسنا النهارده بيتكلم انا هدرس الحضاره منين؟ يلا بينا يا بطل. احنا بيقول لك بندرس الحضاره من حاجتين. من حاجتين في عندنا حاجه اسمها المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. يعني مش اوليه، يعني مش اساسيه، اللي هي تعتبر المرجع. طب الاتنين مهمين في ايه؟ ان الاتنين بيفيدوني في دراسه الحضاره. طب والاتنين بيتفقوا ان الاتنين من انتاج الانسان. الانسان هو اللي عمل الاولي واللي هو اللي عمل المراجع. خلاص؟ طب بدونهم لو انا ما عنديش مصادر اوليه ولا مراجع ما اقدرش اعرف الحقائق التاريخيه، ما اعرفش اي تفاصيل عن الحضاره. خلاص؟ تمام. والاتنين بيوثقوا الحضاره. طب ايه الفرق بين الاولي والمرجع؟ الاولي اكثر دقه. يعني ايه اكثر دقه؟ الاولي عصر الحدث. يعني احنا النهارده مثلا احنا النهارده بنصور اهو، احنا في شهر 8، فاحنا بنقول النهارده 25/8/2025. فانا رحت واقف عند الحيطه هنا كده وكاتب ايه؟ انه في يوم 25/8 مستر وليد العربي في موقع الخطه التعليمي بيشرح درس عن الحضاره. خلاص اهو كتبت على الحيطه. بعد بقى 200 300 400 سنه من دلوقتي، ايه ده؟ يعني سنه مثلا 2525، بعد 500 سنه. المنطقه اللي انا فيها دي احنا في محافظه اسكندريه. طبعا بعد 500 سنه بقى اسكندريه غرقت زي ما احنا عارفين، بقى البحر هيطلع والدنيا هتغرق وموقع الخطه راح خلاص. بس فضل بعض الاثار اللي موجوده في المنطقه هنا في اسكندريه. فانت بعد 500 سنه جاي تتعرف، عايز تعرف الحضاره اللي كانت من 500 سنه مين كان موجود. فواحنا بنبص كده المنطقه بتاعتنا، جينا نبص كده في اسكندريه وبتاع، فلقينا في اثر بينم ان كان في تعليم هنا. فلقينا في سور، ايه ده؟ حيطه اهي موجود عليها ان مستر وليد كان موجود. ايه ده؟ الكلام اللي مستر وليد كتبه وقت وقوع الحدث، انا دلوقتي باخد المعلومه منه، هل دي موثوق منها ولا مش موثوق؟ موثوق طبعا. هو مين اللي كتبها؟ كان مستر وليد، كان موجود من 500 سنه. فالاثر دي او الحيطه دي ده يعتبر مصدر اولي. ليه؟ لانه كان موجود وقت وقوع الحدث. يبقى المصدر الاولي هو المصدر الذي يعاصر الاحداث، يعني موجود وقت وقوع الحدث. عشان كده هو دقيق. ايه ده؟ زي مثلا الاهرامات، هو مين اللي بنى الاهرامات؟ المصري القديم، موجوده ساعتها. فلما بروح انا الاهرامات
اخد من الاهرامات معلومه واكتب الموجود على جدرانها او جدران المقابر، ما مين اللي كاتبها؟ المصريين اللي كانوا موجودين، يبقى ده مصدر اولي. طب انا بقى حبيت، انا كمستر موجود دلوقتي ورحت عامل ايه؟ رحت الاهرامات وشفت ايه اللي موجود، فبدات اعمل كتاب باسمي انا، كتاب مستر وليد العربي. كتبت ايه بقى؟ تاريخ الاهرامات. بس انا الكتاب ده كاتبه امتى؟ دلوقتي. الاهرامات معموله من زمان، ما قبل الميلاد، الوف السنين، فانا كتبته النهارده. الكتاب دوت لما حد يجي يقراه ده مش مصدر اولي. ليه بقى؟ لان انا كشخص مستر وليد هو اللي كتبه، فقد احتمل الصواب والخطا. انا ما كنتش موجود معاهم، انا الكلام اللي موجود على المقبره انا كتبته. ممكن ازود، ممكن انقص، ممكن اقعد، ممكن تكون مراتي معكننه عليا فاروح اقعد اشتم بقى في النساء وبتاع. ليه؟ هقول ده مكتوب، هو مش مكتوب، انا بزود. ده اسمه مرجع. يبقى الفرق بين المصدر الاولي والمرجع ايه بقى تاني؟ يلا اهو الناس اللي فهمت. الاولي عاصر الاحداث، الاولي بيعاصر الاحداث. طب المرجع اخذناه من المصدر الاولي ولم يعاصر الحدث، فيحمل المبالغه، الخيال، مش موضعي، مش بيقول الاحداث بالظبط. ليه؟ ممكن يكون شاعر بيكتب فبيسرح بخياله. عشان كده بنقول المصدر الاولي ادق. المصدر الثانوي او المراجع يحتمل الخيال والمبالغه. المصدر الاولي صعب الحصول عليه. يعني ايه صعب؟ يعني النهارده انا عاوز اعرف معلومه عن الاهرامات، انهي اسهل؟ اروح الاهرامات ولا اعمل سيرش وادور على كتاب بتاع مستر وليد اللي عامله عن الاهرامات؟ وانا قاعد في بيتي اعمل سيرش هيطلع لي كتاب بتاع مستر وليد اللي كاتبه عن تاريخ الاهرامات. بس دوت مش مصدر اولي، ده مش دقيق. بس انا مستر بدل ما اسافر واروح واسافر الى الاهرامات واروح الجيزه واروح الاقصر واروح اسوان واشوف المعابد واشوف لا، وانا قاعد في بيتي. يبقى المصدر الاولي صعب الحصول عليه، صعب، ان مش سهل قوي ان انا احصل عليه. المصدر الثانوي او المرجع سهل الحصول عليه، سهل جدا ان انا من الكتاب خلاص هحصل عليه. ده الفرق بين الاثنين. يبقى يلا تاني بقى فرق معايا. المصدر الاولي واحد دقيق صعب الحصول عليه. طب الثانوي او المرجع خيالي سهل الحصول عليه. خلاص كده؟ طب الاثنين مفيدين في ايه؟ الاثنين بيفيدوني في ان احنا بندرس الحضارات، الاثنين بيفيدوني في توثيق التاريخ، الاثنين بيفيدوني ان هم من انتاج الانسان، الاثنين بيخلوني نتعرف على الاحداث التاريخيه السابقه. تعال نشوف بقى ايه هي المصادر الاوليه وايه هي المراجع. قال لك المصادر الاوليه عباره عن 6 حاجات: اثار والنقوش والبرديات والأستراقة والمسكوكات والنقود. دول 5 كده مستر. وفي كتابات اهو، المؤرخين القدماء. ايه ده كتابات يا مستر؟ انت قلت لي اي كتاب. انا ما قلتش اي كتاب، انا قلت لو كتاب ما عاصرش الحدث، اتكتب بعد فتره من وقوع الحدث، يبقى مصدر اولي، مصدر ثانوي. طب افرض كتاب اتكتب وقت وقوع الحدث، مصدر يعتبر مصدر اولي، بس على حسب مين اللي كاتبه، هنشرحها بالتفصيل. طب المصادر الثانويه قال لك كتابات الفلاسفه بيتفلسفوا والشعراء والاساطير. تعالى كده يلا نشوف مع بعضينا. ادي كده مصادر دراسة الحضارة. تعال نشوف كده. اول حاجة الاثار. الاثار هي كل ما كتب او نقش او ينتمي لزمن وقوع الحدث، دي المصادر الاولية. اي حاجة اتكتبت او اتنقشت في وقوع الحدث اهو. الاثار هي جميع البقايا الاثرية القائمة اللي موجودة لغاية دلوقتي. اي بقايا اثرية، معابد، اهرامات، تماثيل، مومياوات، التمائم، حاجات كانوا بيحطوها تميمة عشان تحميهم في الحياة اللي بعد الموت. كل دي يعتبر آثار. أي حاجة موجودة يا مستر، هرم، معبد، تمثال، فده يعتبر أثر. ودوت بيفيدنا في دراسة الحضارة. وخلي بالك هي المصادر الأولية أهم مصدر بالنسبة لها الأثر. يعني أنا عاوز أتعرف على حضارة العراق، اروح اشوف الاثار بتاعت بلاد العراق، ده مصدر اولي.
ده كده مصدر ايه؟ اولي. في حاجه تانية اسمها النقوش، وتعالى كده نشوف النقوش. والنقوش اي حاجه تنقش على الحيطه. النقوش كل الرسومات او الكتابات المدونه على ماده صلبه، موجوده بقى مثلا على صلصال، موجوده على رخام، موجوده على جرانيت، موجوده على خشب، موجوده على معادن، موجوده على مثلا برونز، ما هو ده معدن. اي حاجه موجوده على احجار، على رخام، على جرانيت، على خشب، على معدن، ده اسمه نقوش منقوشه، رسومات او كتابات. لو رسم او كتابات تعتبر نقوش. بس خلي بالك في نوعين من النقوش، يا نقوش غائره يا نقوش بارزه. والبارزه دي يعني طالعه لبره، يعني لما احط ايدي كده الاقي حاجه طالعه لبره. الغائر دوت اللي هو بدخل ايدي يمشي معايا جوه كده، يبقى الغائر دي حاجه داخله لجوه، البارز حاجه طالعه لايه؟ لبره. طب تعالى نشوف كده ايه الفرق بين النقوش الغائره والبارزه. قال لك النقوش الاثنين يعتبر مصادر اوليه، الاثنين يعتبر مصادر اوليه. ده مصدر اولي برضه، هو اخد نفس المصدر اولي، يبقى الاثنين مصادر ايه؟ اوليه. طيب يبقى ده مصدر اولي وده مصدر اولي. طب والاثنين موجودين على احجار، بس الحجر ده اسمه حجر باليرمو، حجر باليرمو. والحجر باليرمو ده من ديوريت الاسود. ديوريت الاسود اللي هو الرخام الاسود، الرخام اللي هو لو عندك رخامه في البيت كده، رخامه حمام او رخامه المطبخ لونها اسود دوت اهو، رخامه سوداء موجوده على قطعه من الرخامه السوداء، موجود عليه نقوش. طوله حوالي 2 متر، طوله 2 متر، وعثر عليه في مدينه منف. طب هو دوت الحجر ده يا مستر، انت بتقول لي مصدر اولي، هيفيدني في ايه؟ هو انا بدرس الحضاره دلوقتي، هيفيدني في ايه؟ قال لك لا، الحجر ده مهم قوي. في ايه بقى؟ مكتوب عليه اسماء حكام مصر. عايز اعرف مين كان بيحكم مصر بعد الملك مينا، اروح حجر باليرمو. عايز اعرف مين اللي كان قبل مينا، ليه يا مستر؟ قال لك لان مكتوب عليه اسماء من حكموا مصر ما قبل الاسرات. ما قبل الاسرات يعني قبل ما مينا يوحد القطرين، مكتوب اسماء الملوك اللي قبل مينا. مينا وحد القطرين 3200، قبل 3200 قبل الاسره الاولى موجود مين كان بيحكم. الفتره قبل التوحيد لما كانت مصر منقسمه لمملكه الشمال ومملكه الجنوب، مكتوب اساميهم، الملوك اللي كانوا موجودين مكتوبين، ومكتوب اسماء الملك مينا والاسره بتاعت الملك مينا. بصوا يا شباب، انتوا عندكم في التاريخ، احنا عندنا مصر متقسمه الى حوالي 30 اسره، من 1 الى 30 اسره. فكره الاسره دي جايه ازاي؟ نظام ملكي. يعني ايه نظام ملكي؟ يعني انا بمسك الحكم، فبعد ما، بعد الشر عليا يعني، بعد ما اموت ابني يمسك، بعديه ابن ابنه ابن ابنه ابن ابنه ابن ابنه ابن ابنه، خلاص خلاويص. بعد كده تيجي عيله تانية غير عيله العربي تمسك، فتمسك برضو فتره كبيره 40 50 سنه، فتضعف، فتيجي فتره اسره ثالثه تمسك. فلما جه مانيتون لقى اللي مسكوا مصر ناس كتير، فقال لك هو انا هفضل بقى اقول الملك رقم 1 الملك رقم 2؟ قال لك لا، احنا نقسم كل فتره حكم اسره مع بعضيها، عيله مسكت كامله، العيله دي مسكت مثلا 20 سنه، العيله دي مسكت 30 سنه، فاحنا قسمنا. فلما جه مانيتون يقسم تاريخ مصر لقى كام عيله وكام اسره مسكت مصر، لقاهم 30 اسره. 30 اسره. الأسرة رقم 1 فسمى بقى 1 2 3 4 5 6 7 8، بقى عندي كام أسرة؟ 30 أسرة. فبيقول لك حجر باليرمو ده موجود عليه ما قبل الأسرات، قبل ما يبقى في وحدة بتاعت الملك مينا، ومكتوب عليه ملوك الأسرة الأولى كلها، وملوك الأسرة الثانية كلها، وملوك الأسرة الثالثة كلها، وملوك الأسرة الرابعة كلها، لغاية الملك الثالث في الأسرة الخامسة. مكتوب عليه اسماء الملوك لغايه الملك رقم 3 في الاسره الخامسه، وتوقفوا بعد كده. توقفوا ليه يا مستر؟ القلم خلص؟ ظريف. يبقى مستر توقفوا لغايه الملك الثالث في الاسره الكام؟ الخامسه. طيب يبقى انا كده يا مستر لو انا بدرس التاريخ وانا راجل مهتم ان انا اعمل ابحاث وعاوز اعرف مين كان بيمسك حاكم مصر بعد الملك مينا، اروح حجر باليرمو.
عايز اعرف مين كان بيحكم مصر قبل الملك مينا، اروح حجر باليرمو. طب عايز اعرف مين اللي كان بيحكم في الاسره الثالثه، اروح حجر باليرمو. طب عايز اعرف مين كان حكام الاسره الرابعه، سنفرو وخوفو وخفرع ومنقورع، مين بعديهم، اروح حجر باليرمو. طب عايز اعرف مين اول من حكم في الاسره الخامسه، اعرف ان ملك اسمه اسر كاف. طب مين بعديه، اروح حجر باليرمو. مين قبليه، حجر باليرمو. طب عايز اعرف اخر ملك في الاسره الخامسه، لا، لان هنا لغايه الملك الكام، رقم 3 بس. بقيه ملوك الاسره الخامسه مش موجوده هنا، هنعرفها في حته تانية. يبقى كده حجر باليرمو اسماء من حكموا مصر منذ ما قبل الاسرات لغايه الملك الثالث في الاسره الخامسه. طب وايه تاني؟ قال لك وحتى الاسره الثالثه. طب وايه تاني يا مستر؟ قال لك كمان اشهر المعابد التي انشئت، المعابد والتماثيل، واشهر الحروب اللي عملوها. اشهر المعابد والتماثيل واشهر الايه، الحروب. معابد وتماثيل وايه، وحروب. يبقى اسماء من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الاسرات حتى الملك الثالث في الاسره الخامسه، واشهر المعابد واشهر التماثيل واشهر الايه، الحروب. ايه ده؟ ده حجر باليرمو. ايه ده؟ يبقى انا في حجر باليرمو بعرف الناحيه السياسيه مين كان بيحكم مصر، بعرف الناحيه العسكريه الحروب اللي حصلت في الفتره دي، بعرف الناحيه الدينيه التماثيل والمعابد اللي اتعملت. يبقى حجر باليرمو بيفيدني في 3 نواحي: سياسي، عسكري، ديني. يبقى حجر باليرمو، يلا اقعد كده غني معايا. حجر باليرمو طوله 2 مترين، عثر عليه في منف. حجر باليرمو طوله 2 مترين، عثر عليه في منف. مش هتعرف تقول اللي جايه دي بقى. بص بقى بنقولها ازاي. اسماء من حكموا مصر منذ ما قبل الاسرات. ايه؟ اسماء من حكموا مصر منذ ما قبل الاسرات حتى الملك الثالث في الاسره الخامسه، حتى الملك الثالث في الاسره الخامسه. اقولها لك تاني. اسماء من حكموا مصر منذ ما قبل الاسرات حتى الملك الثالث في الاسره الخامسه، واشهار المعابد واشهار التماثيل واشهار الحروب. اشهر المعابد، اشهر التماثيل، اشهر الحروب. فكده اتعرفت على كام ناحيه؟ سياسي، عسكري، وديني. يلا اذا اردت ان تعرف الرحله اللي عملها الملك زوسر في الاسره الثالثه اهو. اذا اردت ان تعرف ملوك الاسره الثانيه اهو. اذا اردت ان تعرف مين اللي وحد القطرين، الملك مين اهو. طب عايز تعرف مين اللي كان بعد مين اهو، حجر باليرمو. طب ودي مصادر ايه، اوليه، وده من انواع الاحجار، حجر اسمه الديوريت الاسود. طب النوع الثاني، وده خلي بالك ده كده يا مستر من الاحجار ومن المصادر الاوليه. طب دوت قال لك دوت يا مستر صلايه اسمها الملك نعرمر، ودي فيها رسومات اهي. دي كده يا مستر ايه دي كده غائره ولا بارزه؟ دي بارزه اهي. لو حطيت ايدي كده الاقي هنا دي غائره من جوه، ده بارز. البارز زي مين؟ صلايه نعرمر. وصلايه نعرمر ده حجر اسمه الشست الاخضر. يعني ايه الشست الاخضر؟ نوع من انواع الاحجار. طب دوت رسومات في الامام ورسومات من في الجبهتين، رسومات قدام ورسومات من ورا. طب دي يا مستر هو مين ملك نعرمر ده؟ الملك مينا. ما احنا كنا بنحفظ كده نقوله ايه؟ فاكرين؟ مينا وحد القطرين 3200. مينا وحد القطرين 3200. يبقى مينا وحد القطرين سنه 3200. طيب الحجر ده بقى اللي هو بتاع الملك نعرمر بيتكلم عن الملك مين؟ مينا بس. قول معايا كده، مينا بس. طب هي سورة الملك مينا موضحينها هو بيعمل ايه؟ سورة الملك مينا وهو يضرب الأعداء، بيضرب الأعداء. طب وبدل بيضرب الأعداء يبقى ماسك ايه؟ سيوف، أسلحة. يبقى معنى كده أنا هستفيد هنا من الناحية العسكرية فقط. ملك مينا فقط، ناحية عسكرية فقط، هستفيد منها بلبس الجنود كان ايه؟
منظر الجنود كان عامل ازاي؟ الاسلحه المستخدمه يعني كلها نواحي عسكريه بس. هنا سياسيه ودينيه، هنا عسكريه بس. بتكلم عن الملك مينا بس، مينا بس. يبقى هنا يا شباب صليت الملك نعرمر بنقوله سورة الملك مينا وهو يضرب الأعداء، ومناظر الجنود ومناظر الأسلحة. مناظر الجنود ومناظر الأسلحة، منظر الجندي، منظر السلاح اللي بيستخدمه. يبقى هنا يا شباب صليت الملك نعرمر ناحية عسكرية، هنا يا شباب ناحية عسكرية سياسية دينية. هنا يا شباب بيتكلم عن كل الملوك اللي في الأسرة الأولى، هنا بيتكلم عن الأسرة الأولى الملك مينا بس. خلاص، ودي اسمها صليت الملك نعرمر. دي كده بالنسبة للنقوش. يبقى عندي غائر وبارز. عندي ثالث نوع من أنواع المصادر الأولية البرديات. والبردية هي المادة الوثائقية. مادة وثائقية يعني معلومات مكتوبة على ايه؟ لفائف من ورق البردي، وبدل مكتوبة على لفائف من ورق مصنوع من نبات البردي. هو مفيش يا شباب، انتوا برضو ايه الفكرة في ايه؟ ان انا عندي ورق بردي. هو مفيش ورق اسمه ورق بردي بنجيبه كده من النيل، لا، هو نبات اسمه نبات البردي بنصنعه يبقى ورق بردي. وبدل انا صنعت يبقى حرفة صناعة. برافو عليكم، يبقى انا متفوق في حرفة الصناعة. فانا جبت ايه؟ ورق بردي اهو، معايا ورق من النبات البردي اهو، ورق بردي جبته. ده مش بردي يعني، ده ورق فلوس كده عادي، بس عشان انا طلعت نبات بردي صنعته حولته لورق بردي، كتبت عليه معلومات. ايه بقى المعلومات دي؟ قال لك المعلومات بنستخدمها على البردية. طب والبردية؟ قال لك ما هي البردية بقى دي بنعرف منها شوية معلومات عن الحضارة المصرية. يعني عندنا بردية، أشهر بردية موجودة اسمها بردية إبرس. خلي بالك مصر هي الوحيدة اللي كان عندها ورق بردي. مصر هي المصدر الوحيد لورق البردي، وكانت هي اللي بتصدره بقية الشعوب. طب احنا عندنا أشهر بردية اسمها بردية إيه؟ بردية إبرس في مجال الطب. إيه بردية إبرس دي؟ موجودة على ورق بردي أهي، مكتوب عليها معلومات طبية. مكتوب عليها معلومات ايه؟ طبيه. ما هي دي بتعرفنا على الحضاره اهو ان احنا كنا متفوقين في الطب. ايه ده؟ برديه ابرس اقدم مخطوطه مصريه طبيه، اقدم حاجه لقيناها موجوده بالخط، حاجه قديمه تبع مصر القديمه مكتوب عليها علاج للامراض. ايه ده؟ وده دليل على تفوقنا في ايه؟ في الطب. علاج الامراض، علاج في الامراض. ايه هي بقى؟ العيون والنساء والجلد. العيون والنساء والجلد وبعض الجراحات. ايه ده؟ الجراح والعيون، الجراح والعيون، الجراح والعيون والنساء، الجراح والعيون والنساء، الجراح والعيون والنساء، والامراض الباطنيه. بطن. يعني انا النهارده لو طالب في كليه الطب ان شاء الله ربنا يكرمكم كده كلكم وتبقوا طلبه في كليه الطب، تبقى طالب في كليه الطب وعاوز تعرف العلاج عند المصريين القدماء، اروح لبرديه ابرس ابص كده واقرا. بس طبعا تكون هي مكتوبه بالهيروغليفي، فانت تبدا تكون عارف اللغه بقى مفكوك الكلام ده مترجم، فتعرف هم كانوا بيعالجوا ازاي بعض الامراض. ايه هي الامراض؟ العيون والجراحه، العيون والجراحه والبطنه والنساء، وبعض التشريح الفسيولوجي. ايه؟ وبعض المصطلحات الخاصه بالتشريح الفسيولوجي. ايه التشريح الفسيولوجي؟ تشريح الجسم. ليه؟ ما عشان كده بيعملوا عمليه تحنيط. ايه ده؟ فبيعملوا تشريح وعلاج للامراض. يبقى انا كده بتكلم عن الطب وعن موضوع في برضه امراض، عرفت علاج، يبقى بقى ده كيمياء. ليه؟ ازاي اعالج الامراض. يبقى معنى كده ان برديه ابرس تدل ان احنا متفوقين في الطب وفي الكيمياء وفي الصناعه. يلا، طب وكيمياء وصناعه. ليه؟ بيعالج الامراض، بطنه، جراحه، عيون، نساء، والتشريح الفسيولوجي. والتشريح الفسيولوجي. طيب دي كده برديه ابرس، وعرفنا ان برديه ابرس في مجال الطب. يبقى انا كده خدت 3 حاجات: اثار
ونقوش وبرديات. آثار ونقوش وبرديات. آثار ونقوش وبرديات. آثار ونقوش برديات. آثار ونقوش برديات. رابع حاجة عندنا حاجة اسمها الأسطراقة. الأسطراقة. والأسطراقة كالسعارات من الفخار. ايه؟ حتة طوبة كده، حتة طوبة جايبينها، طوبة كده مثلا اهي، كسرنا حتة حجارة وجبنا من الفخار او الاحجار، حتة من الاحجار كسرناها كده وجبناها اهي، حتة صغنونة كده. طب وبنعمل عليها ايه ده يا مستر؟ قال لك عشان نتعلم عليها الكتابة ونكتب عليها العقود. مش فاهم برضه. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الأسطراقة دي يا شباب عندنا حتة طوبة، حجارة، فخار، حتة من الفخار كده. اعمل ايه؟ الناس اهل الصعيد طبعا انا راجل صعيدي من سوهاج. الناس بتاعت الوجه القبلي والوجه البحري، معظم الناس الفلاحين، اخواتنا الفلاحين واخواتنا الصعايده بيشربوا في الصيف عامه، بيبقى عندنا قله. اكسر القله دي، ما دي من الفخار اهي، واتكسرت حته. الحته دي اسمها الشقفه. الشقفه دي كانوا زمان بيستخدموها يكتبوا عليها، ينحتوا كده عليها. طب هو ليه مستر؟ انا مش فاهم برضو يكتبوا عليها ليه. عاوز اعمل عقد بيني وبينك، ان انت بعت لي حاجه وانا بعت لك حاجه، بعت لي ارض وانا بعت لك بيت وبتاع. مستر انت بجد بتتكلم جد؟ اه والله. طب ما تروح تشتري ورق بردي. قال لك ما هو ورق البردي كان غالي. ايه؟ ورق البردي غالي. طب اعمل ايه؟ ما انا اروح اشتري ورقه بردي النهارده زي النهارده كده، اروح اشتري ورقه بردي عقد ب 10000 جنيه؟ لا يا عم. احنا بقى كطبقه وسطى وفقيره، احنا كطبقه وسطى وفقيره نروح عاملين ايه؟ كسرين حته القله دي لحته الحجاره، او حته من اي صخره كده نكسر منها حته طوبه كده حلوه، ونروحوا ننحت فيها، نكتب ان ده عقد بيع مثلا كذا كذا، واديهولك انت تشيله عندك في الدولاب. فده بقى زي عقد وثائقي بيني وبينك. طب واحد بيحب واحده بقى وقاعدين بقى وايه زي ما قلت لك كده، وقاعد هما الاثنين، واحد من بلدياتي برضه، ما راجل صعيدي، فقاعد زي ما قلت لك كده، بحبك كيف ما خبرش، وعلى فراقك ما قدرش، من كتر الشوق خسيت بعد ما كنت تخين وبكرش. عايز يكتب الكلام دوت لحبيبته، يكتبه فين؟ يروح جايب حته حجاره كده وكاتب لها عليها، وروح راميها في وشها، لا حبيبتي بحبك. يبقى معنى كده يا مستر الاسطراقه الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره هم اللي بيستخدموها. طب انا لو غني طبقه عليا هجيب ورقه بردي بقى. لو انا العيل بتاع مع احترام الناس بتاعت الشباب الفرافير الحلو اللي هم بتوع انت بتصرف قد ايه في الساحل؟ انا بصرف 2K في اليوم، انا بصرف 3K. عارفين انتوا العيال بتاعت التيك توك دول اللي هم بتوع مراسي ايوه العيال الفرافير دول، فاللي هم عاوز انت تديهم 2K على قفاهم. فالعيال دي عادي بقى، هي عاوز يبعت جواب، عاوز يعمل عقد وبتاع، يجيب ورقه بردي. يبقى ورق البردي مين اللي بيستخدمه؟ الطبقه العليا. اما الاسطراقه مين اللي بيستخدمها؟ الطبقه الفقيره والطبقه الوسطى. يبقى معنى كده ان الاسطراقه دليل على التقسيم الطبقي. ايه ده؟ يعني انا النهارده بس يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ عثر على عقد بيع، عثر على عقد بيع، احنا عثرنا على عقد بيع لاحدى المنازل الواسعه، منزل واسع في حته حلوه، يبقى طبقه غنيه. طب عثر على خطاب من احدى من الوزير لاحد حكام الاقاليم، تتوقع ان هذا الخطاب مكتوب عليه وزير، هيكتب على ايه؟ اسطراقه؟ لا، هيكتب على بردي. يبقى اي حد طبقه عليا هيكتب على بردي، اي حد وسطى او فقيره يكتب على الاسطراقه. يبقى الاسطراقه دي يا شباب بنستخدمها في لو هكتب ايصال او خطاب للحبيبه او التدريب على الكتابه. انا عايز ادرب ابني يكتب، عايز اعلمه، وده دليل على اهتمام المصري القديم بالتعليم. فعايز اعلم ابني الكتابه، وده دليل على اهتمام المصري القديم بالتعليم. اروح مخليه يعمل ايه؟ الاسطراقه. يبقى الاسطراقه دي يا شباب دليل على التقسيم الطبقي، والاسطراقه
بتدل على أن المجتمع منقسم إلى فقير وطبقة وسطى وطبقة غنية. يبقى أي حد غني الباردي، أي حد فقير استراقة. ده كده رابع حاجة، وده رابع مصدر من مصادر دراسة التاريخ. يبقى أنا لو عثرت على استراقة مكتوب عليها حد بيتعلم، حد كاتب جواب لحد، يبقى دوت بتعلم على حاجة تبع المصري القديم، وبعرف الناحية الاجتماعية بتاعته ان ده فقير وده طبقة وسطى وكانوا بيتكلموا في ايه. المصدر الخامس من مصادر دراسة التاريخ، وبكده يكون وصلنا لغاية الاستراقة. هنستناك بقى في الحصة اللي جاية، هنبدأ نكمل بقية المصادر الأولية، نبدأ بقى نشوف النقود وإيه هي كتابات المؤرخين، وناخد الجزء الأخير بتاع المصادر الثانوية. يبقى احنا هنقف لغاية الاستراقة وهنكمل معاك في الحصة اللي جاية إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم وليد العربي.